كنت مجرد شاب بسيط من قرية صغيرة في الشرقية، وعمري ما كنت أتخيل إن البرمجة هتغير حياتي بالكامل وتاخدني من هنا لحد وظيفة أحلامي في السعودية. لو شايف إن تحقيق الأحلام صعب، استنى وخليني أقول لك قصتي في كام ثانية. البداية كانت لما شفت واحد صاحبي بيكتب كود صغير جدا، حاجة بسيطة زي كتابة اسمي، وشفت رسالة ترحيب من الكمبيوتر. تخيل حاجة بسيطة زي دي خلتني أشوف العالم بشكل مختلف تماما، وقررت من اللحظة دي إن أدخل عالم البرمجة. بس الطريق ما كانش سهل، لأني كنت بذاكر البرمجة وأنا لسه في الكلية، وبشتغل في مطعم علشان أساعد نفسي، وما بين ضغط الشغل والمذاكرة كتير كنت بفكر استسلم واوقف دراسه. بس كنت كل مره بقول لنفسي لو تعبت النهارده هلاقي بكره. بعد ما بنيت بورتفوليو قوي وبقى عندي خبره كويسه، قررت اسافر السعوديه. ولما اتقابلت في شركه حسيت ان كل تعب السنين دي كان ليه معنى، وبدات اعيش تجربه مختلفه تماما مع فريق جديد ومشاريع عالميه وحياه مليانه تحديات. لو عندك حلم صدقني مفيش حاجه مستحيله. انا كنت مجرد شاب من قريه صغيره ما كانش عندي اي فكره عن البرمجه، لكن بالصبر والدراسه والاجتهاد وحسن الظن بالله وصلت. لو انا قدرت اكيد انت كمان تقدر. لايك وفولو وتحول لمبرمج.